How can you make a good diagnosis؟ جاي من الناحية التعبانة دي بقى. المهم هذا المنطلق قلت لا، أنا هقوم بالتدريب ولن ألتفت للتوظيف. الدكتور محي من الشخصيات النادرة اللي هتقابلك مرة واحدة في حياتك، وحقيقي هو يستحق لقب الأب الروحي للأطباء البيطريين. حضرتك الفضل الكبير عليا بعد ربنا سبحانه وتعالى. ربنا يجازيه كل خير على كل حاجة عملها معانا. بصراحة احنا اتعلمنا في مدرسة دكتور محي اسماعيل أكتر بكتير مما اتعلمنا في الكلية. دكتور محي مفيش أي كلمة تقدر توفي حقه. يجازي حضرتك عن كل كلمة بل كل حرف نقلته لينا بكل إخلاص وبكل صدق، وكل سنة وحضرتك طيب ورمضان كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة في بيطري بودكاست. في بيطري بودكاست بنقابل كل حلقة عالم من أعلام الطب البيطري والإنتاج الحيواني، بيكلمنا فيها عن رحلته والتحديات اللي واجهته، وبرضه بيجاوبنا عن الأسئلة اللي بتدور في عقولنا سواء كنا طلبة أو خريجين. وطول ما أنت بتتابع بيطري بودكاست فتأكد إن الخريطة في جيبك. طبعا يسعدني ويشرفني إن يكون معنا النهاردة علم من أعلام الطب البيطري في مصر، أستاذنا الدكتور محي إسماعيل، الأب الروحي للطب البيطري في مصر. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بيك يا دكتور وشرفتنا. الشرف لينا إحنا والله يا دكتور. أستاذنا الدكتور محي إسماعيل معلم الأجيال والأب الروحي للطب البيطري في مصر، خريج كلية الطب البيطري جامعة الزقازيق، وعمل كطبيب بيطري بوحدة الدبايبة مركز بركة السبع محافظة المنوفية حتى بلوغ سن المعاش، وحصل على لقب الطبيب المثالي على مستوى الجمهورية مرتين، مرة عام 1990 والمرة الثانية عام 1996. وتم تكريمه أيضا في عيد الأطباء البيطريين العرب كطبيب مثالي عام 1990. وتدرب على يده العديد من طلاب الطب البيطري في جميع محافظات مصر قرابة 40 دفعة، وله العديد من المؤلفات البيطرية زي How to make a good diagnosis و Differential diagnosis between diseases و Toxicity and its causes. وحاليا دكتور محي فاتح عيادته للتدريب لجميع الطلاب والخريجين من مختلف محافظات مصر. طبعا يا دكتورنا يعني تاريخ حضرتك حافل بالخبرات الكبيرة، فنحب نتعرف على حضرتك ورحلة حضرتك العلمية ونستفيد منها أكتر. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا دكتور محي محمود إسماعيل من مواليد قرية الدبايبة مركز بركة السبع محافظة المنوفية، والتاريخ ميلادي 18/2/1957، ودخلت كلية الطب البيطري بناء على رغبة والدي الله يرحمه، واتخرجت من الكلية سنة 81 دور مايو 81، والتحقت بالقوات المسلحة. لما التحقت بالقوات المسلحة كنت الحمد لله متفوق جدا في عملي، وكان أول مرة ينزل في مصر الإنتاج البياض، الإنتاج الداكيني البياض، كانت من شركة حاجة اسمها بيج ديتشمان الألمانية، وكانوا منزل لنا نوع من الطيور البياضة اللي اسمها الهاي 6. بدأنا في الموضوع ده واحنا في الجيش، احنا واخدين أرض صحراء، وبدأت الشركة دي تجيب لنا المعدات، وبدأت أنا والشباب مش الخريجين بقى بيطريين، لا كنت أنا طبيب بيطري ومعايا فريق من العساكر اللي مؤهلاتهم تانية زراعة تجارة كده يعني. بدأت أخد الأوامر من الخبراء الألمان، وكانت على أعلى مستوى، تعتبر فول أوتوماتيك. ركبناها من وهي أرض، وتنينا مع الخبراء لما خلصناها في النهاية. كل العساكر اللي كانت معايا خدت خبرة رهيبة في الميكانيكا والكهرباء وكل حاجة، وانا طبعا خدت خبرة على الحاجات دي. جات لنا رسالة الفراخ على الحمد لله والفضل لله. اول بشاير الخير جت على ايديا بالنسبة لايه للمزرعة، فتدرجت شهر في شهر في شهر لما بدأت انتج البيض. كنت بنتج البيض 20,000، المزرعة كلها كانت 25,000 فرخة، كنت بنتج البيض يوميا مش أقل من 20,000 بيضة يوميا، 20,000 بيضة. فمن كتر الشغل بتاعي الرئاسة بتاعتي اللي هو العميد واللواء والحاجات دي كانوا يحبوني جدا،
واصبحت ليا خبره كبيره جدا في انتاج البيض. خدت البرنامج بتاع البياض وبدات انا اشتغل عليه، طلعت الحمد لله ليا خبره رهيبه، لدرجه ان اللواء والعميد وكل الرؤساء بتاعي كان يجي ايه يحط ايده على كتفي كده ويقول لي يا دكتور لو سمحت عايز اعرف دي فرخه نتايه ولا دي فرخه ذكر، طب السلسله البياضه ايه، طب ايه. حتى لو كان فيه مشكله في العنبر كنت انا بحلها انا انا والعساكر اللي عندي، لان احنا اللي مركبين بايدينا. بالظبط. المهم في الموضوع ده كله ان خدنا خبره كبيره. فجينا في اخر الجيش الدكتور اللي هو الرئيس بتاعي كان لواء الله يديله الصحه او الله يرحمه اذا كان توفى، فقال لي انا عايز اعمل لك هديه، انا هجيب لك هديه تشتغل طبيب بيطري في الانتاج البيض، شركه مصريه امريكيه، وكان ب 600 جنيه ايامها الاوفر ده الاوفر بتاع. وده طبعا مبلغ وقتها، مبلغ كبير. وغير كده شقه ليا انا واولادي على حساب الشركه، و6 تذاكر طيران من اسوان للقاهره انا والاسره. ما شاء الله. فجيت للحاج الله يرحمه برضو قال لي لا انا مش موافق على كده، على الرغم ان انت داخل اصلا بيطري بناء على رغبته هو. فهو كان عايزني ابقى طبيب بيطري معالج هنا في القريه، واوصاني وصيه ولن احيد عنها للان. يا ابني الغلبان ما تاخدش منه، اللي هيطلع يستلف فلوس عشان يديها لك ما تاخدش منه، اللي بيتربي في ايتام ما تاخدش منه، مش هيديك فلوس لكن ربنا اللي هيديك الفلوس، فاجرك هتاخده من ربنا مش هتاخده من البشر. طالما مش قادر يبقى انت هتاخد اجرك من الله سبحانه وتعالى. ولهذا الان الحمد لله، ويمكن ده سر من اسرار النجاح. المهم عدى فترة الجيش وبدأت ايه انزل البلد، واتجوزت وخلفت ما شاء الله 2 اناث و3 ذكور، وللأسف ما حدش فيهم دخل طب بيطري لسبب واحد. في الفترة ديت انا كنا شغالين في الوحدة البيطرية، فما كانش فيه هياجين عالي، ما كانش حد علمنا حاجة خالص. فطبعا ما عنديش هياجين يقول لي ان انت مثلا لا ما تحطش ايدك في الحته ديت، لا لازم تلبس 2 جلافز، وما كانش فيه جلافزات ايامي، ما كانتش موجوده خالص. كانوا بيجيبوا لنا جلافزات لاتكس تيجي لغايه هنا، وهي سنجل يوز، اذا ما عملتهاش بدرتها ببودره تلك والحاجات دي بتبقى سنجل، تقوم لازقه في بعضيها ما تعرفش تلبس. غير كده انها كانت تخينه، لما تيجي تلبسها وتعمل بها جسه ولا تنزل بلاسينتا ولا حاجه ما فيش فيه سنسيشن خالص، ما تحسش بحاجه. فكنا بنستسهل ونعمل ايه، دخل ايدك زي ما هي ازتز. فالمهم خدنا البروسيلا واتبهدلنا فيها وقعدنا نتعالج فيها سنين، ودخلتني في مشاكل. فطبعا ولادي كانوا بيشوفوني مريض وتعبان وبتألم على طول، فقالوا لا احنا هنبعد عن ايه، انا الطب اللي خد اللي راح الجيش، الشرطه اسف، اللي خد هندسه اتصالات، والبنات كل واحده خدت كليتها العاديه اللي هي زي ما جابت يعني. طيب جه الحاج بقى ايه الله يرحمه توفى. بدأنا الشغل فين؟ في القريه. ما اشتغلنا في القريه طبعا ما فيش حد علمني حاجه خالص، الا بعض الزملاء المحترمين اللي لو كنت اساله كان بيجاوبني ويشرح لي، زي الدكتور ابو بكر عبد الحميد الله يديله الصحه ويعافيه من اي مرض. ده اللي كان بياخد بايدي شويه ويقدر يفهمني دي ايه ودي ايه ودي ايه، ويعني ما كانش بيبخل عليا. بس للاسف جت الفرصه معاه بتاع مثلا كام شهر واتكل على الله ايه اتنقل مدير اداره في اوسنا. بدات انا اتخبط، ما عنديش بيزس. ولما نيجي نكلم حد من الزملاء بقى غير الدكتور ابو بكر يخبي الازازه، ما يديكش معلومه، وممكن يديك معلومه خطا. يعني شوف لدرجه انه عايز يعمل لك مشكله يديك معلومه خطا. في مره من المرات دعيت لان انا اولد حاله، ودعي لها طبيب اخر لا داعي لذكر اسمه لنفس الحاله نولدها. طيب انا رحت وانا لسه
طبيب صغير، وزميلي اللي جاي ده يعدي ال 50 سنه، يعني كبير، يعني يعتبر استاذ ليا. فكنا احنا لما عشان نطلع من الوحده بنكتب تذكره خروج، كان ب 20 جنيه. هو دفع 20 في وحدته وانا دفعت 20. فانا هوصل لايه؟ للحاله ولت لغايه ما العجل وصل لفين؟ لغايه سرته، والعجل عمال ينعر وزي الفل. انا لسه بيقولوا الدكتور فلان جه اهوت، انا بتضير لقيته وراه، قلت له طب اتفضل يا استاذ انت كمل. انا بقول له كمل ليه؟ عشان هو هياخد 20 جنيه يدفعهم للحكومه هناك. اللي حصل عكس كده خالص. انا بقول له اتفضل يا استاذي، اني بقول له اتفضل يا استاذي. عمل ايه الاستاذ الله يرحمه بقى؟ عمل ايه؟ قام قالع هدومه وبنطلون والقميص وقام ايه؟ ماسك العجل يدخله جوه الام. عاوز يبدا هو من البدايه يعني. طب انا ذهلت وبدات انا يعني، طب انا هعمل ايه؟ انا هعمل ايه؟ ده راجل ده في قد والدي. المهم انا كنت الساعه 12 الظهر عندها، ولدت الجاموسه لغايه السره. لما لقيته وراي اهلا يا استاذ اتفضل، احتراما مني ليه، انا كان اول مره نتقابل. فالمهم بص لي من فوق لتحت كده وما قاليش حتى سلام عليكم. دي الخطوه الاولى. المفروض انت جيت على زميلك تقول له سلام عليكم، عايز ايه وازاي الحال وازاي الصحه، وتخش تكمل. لو انا لكن انا فضلت لك قلت لك اتفضل يا استاذ بنفس اللفظ، اتفضل. بصيت لقيته قام قالع القميص وقالع البنطلون حاجه لا يتخيلها عقل. انا فهمت ان هو قاصدني في حاجه. ما هو احنا وحدتين قريبين من بعض. لا اله الا الله. طب انت تقصدني في ده؟ انا زي ابنك. قام هو قاعد ودخل العجل جوه. ان ربك لبالمرصاد سبحانه وتعالى. انت بتحفر لزميلك حفره انت اللي وقعت فيه. فانا جيت العياده بتاعتي وقمت ايه؟ مسجل خروج لتوليد حاله فلان الفلاني، وقمت حاطط ال 20 جنيه. وقمت كاتب كده لم يتم توليدها. خلاص. هو بقى حضرته تن دخل العجل، وبعد ما دخل العجل لغايه الاخر قام حصل تورشن. لما حصل تورشن الجاموسه عماله تقوم وترقد وتتمغص، وهو عمال يحاول معاها. بتحاول معاها ايه يا دكتور؟ جاب ملوخيه وجاب زيت وعمل اللي عمله وحصل ايه بقى؟ ديت فيتس ورابشر في اليوترس. ده كان عمال بينعر في ايدك من شويه. فالمهم الساعه العشاء كده جم يتصلوا عليا، تعالى يا دكتور لو سمحت شوف الجاموسه مش عارف. يا جماعه انا كنت مولد الجاموسه وانتوا واقفين ما بتتكلموش معاه، وانا كده يعني هو ما احترمنيش ولا حتى قال لي سلام عليكم. انا رايح اعمل ايه؟ مش رايح. قالوا لا عشان خاطرنا. رحت لقيت حواليه بحر دم وهو غرقان في الدم. طب اعمل ايه؟ انزل يا دكتور شوف. قلت لهم لا انا مش شايف الجاموسه ديت هتندبح مفيش 5 دقايق. انا مش هحط ايدي فيها تاني. يا دوبك انا بداير الموتوسيكل وبضرب النافله لقيت الحقوني بسكينه، الحقوني بسكينه بقى دبح الجاموسه. يبقى ابنها مات والجاموسه ماتت. شوف يعني المعاناه دي معاناه فعلا. هو كان قصده يدمرني ان انا ما بفهمش، انا ما بعرفش اشتغل. ولما خلص بقى قام رايح في وحدته كاتب ايه؟ الذهاب لتوليد جاموسه فلان الفلاني في قريه كذا، قام بتوليدها دكتور محي اسماعيل. يا ابني هو الدكتور محي ولدها للاخر. هو عايز يزنقني ايه؟ اداريا. فالحمد لله عامل من العمال اللي عنده هناك اتصل عليا دكتور محي حصل كذا كذا، والدكتور كتب في الدفتر الزيارات عنده كذا كذا عشان تبقى واخد بالك. سبحان الله. قمت كاتب منزل العلاج ومنزل التوليد وكل حاجه، لدرجه ان الراجل هيروح يتابعه في وحدته وهيجي لي انا بقى. ما هو كاتب في الدفتر اهو ان الدكتور محي اسماعيل اللي قام بتوليد. جه وفعلا المتابع جالي ولقاني مسجل كل حاجه والدنيا. ادي التركه الاولانيه. انا الحمد لله شاطر في شغلي ما شاء الله. الحمد لله كنت يعني بجتهد. الحمد لله ما حدش علمني حاجه ولكن كنت بحط النقط على الحروف. يعني انا اخطات في الحاله دي افحص انا ليه اخطات وليه ما نجحتش. المهم جات لي اول سيزيريان اشتغلها. انا مش عارف، انا ما شفتهاش مع حد. قمت منيم الجاموسه وفاتح، بس للاسف ما كانش عنده هياجين. المهم عملت شيفنج وولدت وخيطت
الجاموسه الحمد لله ربنا شفاها، بس عملت ايه؟ سبتكت، عملت صديد وغرمتني شهر علاج فيها، بس اتعلمت منها. المشكله الثانيه اللي قابلتني اكتر، رحت اعمل عمليه باتيلر لوكزيشن لجاموسه كانت تشوف اي واحد لابس قميص وبنطلون كانت تطلع للسما وتنزل. وكان الزميل اللي عمل معايا حركه الولاده هو اللي كان عامل لها العمليه في رجلي الاثنين. طبعا رجلي الاثنين ما اتعملوش، هو فتح وما عملش لا الرجل ده ولا الرجل ده. والله ما قلت له ان هو اخطا، ما فتحتش بقه وقلت الدكتور اللي هو عامل لها العمليه ما عملهاش صح، لان انا ليا مبدا. زميلي اخويا حبيبي دراع اليمين، زميلي حبيبي اخويا دراع اليمين، هو اللي هيغطي عليا وانا اللي هغطي عليه. ودي من اول حاجه انا بغرزها في الطبيب اللي بيتدرب عندي، بقول له دايما يا حبيبي محدش فينا معصوم بالخطا. انا ما اقعدش اقول له لا ده الدكتور محي غلط في كذا وكذا وكذا، يجي الدكتور يجي الاونر يجي يشيلني الليله. في ارسال الاحاديث هنقول حاجات حصلت كتير. المهم عملت العمليه وربنا كرمني ونجحت في العمليه دي. كانت اول مره في حياتي اعمل باتيلر لوكزيشن، واعمل باتيلر لوكزيشن معموله قبل مني. اجي احط ايدي فين الفي شيب فين مش عارف، مش شايف حاجه خالص. قعدت كده اقول يا رب انا كده. لو مالكش فيها جيد يا دكتور بتبقى صعبه جدا. لو ما حدش في البدايه كده خد ايدك وقال لك الفي شيب اهو بنقطع الميديا لجوه وخلي بالك الميديا لو اتقطع هتنام، لازم انا عارف التكنيك. بس انت ما انتش لاقي في شيب ولا انتش لاقي ميديال باتيرنال ليجمنت واضح ولا الميدل ولا مش حاجه خالص، لان حصل بليدنج وفي نفس الوقت اتكون فايبرس تيشو واتكونت العمليه بقت عتمه خالص. المهم قعدت ارسم الثلاثه ليجمنت في دماغي كده وانا واقف، وقمت ربنا سهل وسميت بسم الله الرحمن الرحيم كده، وقمت جاي في انا قلت كده انا عايز اخش على الميديال واقطعه، وقمت مخدر في المكان بسرعه وقمت مدخل المشرط وقمت جايبه، ربنا كرمني. اول رجل وقمت رايح في الثانيه رخره. الجاموسه كانت حالتها لو شافتني تاني هتموتني. فقلت يلا، فقلت خلص الاثنين وربنا سهل لي والحمد لله ونجحت. انا بشرح دي ليه؟ لان هو ده اللي كان عايز يدمرني الاول. انا ما رضيتش اقول هو اللي بوظ الجاموسه ولا عم. تخيل بقى دي النقطه دي، مع ان دي فرصه بس حرام انا ما اقدرش اعمل دي، لان انا مش هقدر انصحك واقول لك كده خطا وانا اعمل الخطا. انا عايز حضرتك اشرح لك حاجه وابقى انا مثال فيها، يعني تشوفني بعملها يبقى انت هتعملها دايركت، مش انا بقى اشرح لك حاجه واعمل انا حاجه مخالفه يبقى انا ما بعلمكش. ولذلك احنا يعني خدنا على نفسنا عهد باذن الله سبحانه وتعالى، احنا نعلم كل الشباب اللي يجي لي في وحدتي. بدات انا متخرج 81، بدات في 85 ادرب ناس لغايه اليوم، لدرجه ان كان بيجي لي من جامعه المنصوره وفود كانوا بيقسموا نفسهم، كانوا بيجوا في اتوبيسات، مجموعه الشباب تجي لي السبت والثلاث، مجموعه البنات تجي لي الحد والاربع، وفي الاخر بنعمل برنامج تدريبي 10/10. وفي يوم لن انساه بقى، جت الاتوبيس بتاع البنات اللي واخد البنات ومسافر المنصوره عطل. المفروض ان هم بيروحوا مثلا من عندي، بيطلعوا من عندي الساعه 2 يطلعوا على يوصلوا ل5 مثلا ل6 لغايه الساعه 9 البنات ما روحوش بيوتهم. كل شويه الاقي تليفون يرن علي، الدكتوره ما جاتش، انت ازاي تدرب وتاخرهم، انت ازاي، وشتيمه فيا. يا كمان انا ما اعرفش عنهم حاجه. الاهالي يا دكتور ولا الاهالي حتى لدرجه ان كان فيه بنت مخطوبه لواحد، الواحد ده بهدلني في الكلام والله في التليفون. طب يا ابني هو انا مالي، انا ما اعرفش عنها حاجه. ازاي مش انت بتدربهم؟ طب وانا بدربهم وانا هوصلهم لك لغايه باب البيت. هو من الواجب ان انا ابقى عندي خط سير لهم واقدر اجاوب، بس للاسف هم ما كانش مديني تليفونهم. اللي حصل وصلوا الساعه 9 وربنا هدى الحال والامور بقت طبيعيه. بعد كده قلت لهم لا تجيبوا لي تليفونات وتعينوها معايا عشان لو حد اتصل عليهم. قعدنا ندرب بقى في جامعه المنصوره كام سنه، 3 4 5 سنين. المهم بدانا اروح جامعه بنها، واشتغلت مع جامعه بنها 15 سنه. انا كنت مشترك معاهم في مجلس الكليه، وكانوا اسندوا لي التدريب. قعدنا مسافه طويله ندرب، كانوا بيجوا لي في الاجازه 3 ايام في الاسبوع
وفي اجازه نص السنه وفي اجازه الصيف، كل اسبوع 3 مرات. وكنا بنعمل تدريب على اعلى مستوى، وكله كان بيدخل ايده وكله كان بيحقن وكله كان بيمسك السماعه ويكشف. وانا كنت عامل برنامج تثقيفي للكشف. يعني عامل برنامج تثقيفي للكشف ازاي؟ ان الحيوان بيدخل قدامي بشرح له 18 بوينت يكشفهم. يكشف على ياخد الحراره، ياخد الكيس هيستوري، ويكشف على الرومن، ويكشف على الشيست، ويكشف على الهارت، ويكشف على الليمف نود، ويكشف على الاير، ويكشف على الاي، ويكشف على النوسترلز، ويكشف على القدر، ويكشف بالماين ديتكتور، ويكشف تاني بايه؟ يعمل تحليل براز وتحليل دم. طبعا الموضوع كبير، بس لازم اعلمهم الاول الحته دي، ياخدوا بالهم من الحاجات دي كلها. وفي الاخر هقول له انت جاي لك حيوان مثلا بيكح، هتركز على ايه؟ على الشيست، على الشيست والحراره والكيس هيستوري وتحليل براز، عشان ممكن يبقى عندك لانج وير، عندك اسهال هتعمل كده يعني. بخصص له في الاخر، اقول له انت هتكشف في الحاله اللي هتجي لك بناء على الكيس هيستوري والحراره، انت هتخش على ايه؟ عندك الحراره عاليه، يبقى انا عندي دلوقتي هشتغل على ايه؟ على الفيرال بكتيريال ديزيز، بروتوزوال ديزيز. عندك الحراره عاديه، يبقى انا هخش على الدايتاتيك والايه؟ والفيرمينس. يبقى انا بحدد له انت هتخش فين. المهم بقينا نعلمهم. قمت كاتب، عامل كتاب هاو كان يو ميك ا جود دايجنوزس. هذا الكتاب فيه نفس بالتصوير، تصوير وانا بشتغل على الكرش وانا بشتغل على الهارت، واقول له الهارت فين والكرش فين والسبلين فين واللنج فين، دياجراماتي كده على الحيوان. الحمد لله بدأت الايه؟ التدريب يشتغل، لدرجة ان عندنا اطباء بيتدربوا او شباب بيتدربوا من اسكندرية لغاية اسوان، وبيجوا ياخدوا شقق في البلد هنا وبيسكنوا، وما شاء الله بيتخرجوا كويسين جدا. وكل ما بينجح في حاجة بيتصل عليا يقول لي يا دكتور انا عملت سيزيريان ونجحت، البركة فيك يا دكتور. انا عملت باتيلر يا دكتور ونجحت، البركة فيك يا دكتور. اقول له ربنا يوفقك، انا سعيد انك نجحت، لان نجاحك انت يبقى نجاح للدكتور محي. ودي كانت بتبقى سعادة كبيرة جدا، لدرجة ان في زميل ما شافش معايا سيزيريان واتزنق. الزميل ده من البحيرة واتزنق. قلت له اعمل ايه؟ اعمل السيزاري. بقى يسمع مني على التليفون، يعمل شيفنج، يعمل رينسنج، يعمل ديسانفكتنت، ويعمل انفيرتد انستيزيا كده. بس هو كان شاطر يعني ايه، استقبل مني بنجاح. وافتح، بس هتفتح فين؟ الفلانك ريجون من تحت بقى لغايه قبل الايه؟ قبل الميلك فين بحوالي 5 سم او 10 سم. وافتح ما تخافش، افتح السكن، الفاشيا، المصل، افتح على طول على طول على طول. انا معاه بالتليفون لغايه ما فتح ايه؟ البريتون. وقلت له خش بقى البس 2 جلافز كويسين وعقمهم بالبيتادين، وقوم داخل حاضن اليوترس وايه؟ وطلع منه فولد، وافتح نزل الجنين وخيط كاشنج او لامبرت بسرعه، وخد البريتون افتحهم، خيط من تحت وانت طالع لفوق، عشان بعد ما تيجي في اخر غرزه هتحط مثلا انترنال انترابروتونيال انتيبيوتيك. لو انت حضرتك مخيط من فوق ونازل لتحت، هتبص تلاقي الانتيبيوتيك كله نزل على الارض، ما خدتهاش. دي الفكره، دي التركه المهمه، دي مهمه لازم كلهم يعرفوها. طب انا لو قلت له خلي بالك بعد ما تخيط اليوترس دخل ايدك شوف السيرفكس، لا يكون عندك تورشن. لو عندك تورشن اظبطه، قلب اليوترس جوه بعد ما تخيطه وتفك التورشن. اعرفه ازاي؟ قلت له زميل لك او لبس الاونر جوانتي، حط ايده بير فاجينا، ايده عدت من السيرفكس ولمست ايدك سلم عليك، يبقى انت ما عندكش تورشن. واشتغل يخيط الفاشيه والمصل، اركنها على بعضيها وخيط الفاشيه اللي فوق منها وهو لغايه السكن، ونجح فيها. دي كانت احلى نجاح للدكتور ده. بقى كل اسبوع عنده حاله واثنين تورشن ويعمل سيزاري، كل اسبوع يعمل حاله واثنين بفضل الله. ربنا نجحه لدرجه انه هو كان لسه متخرج وراح الجيش، وكان عمل كام عمليه وما خلصهمش للاخر، يعني الافتر كير ما كانش خلصها. لم الافتر كير عليا يعني، قال لهم خدوا الرقم ده واتصلوا على الدكتور محي هيكلمكم على الايه؟ الافتر كير. طبعا في التدريب ما فيش تليفونات، ما بيعرفوش يتصلوا عليه، انا بيتصلوا عليه، وبفضل الله ربنا كرم.
زميل تاني بقى ده امه فعلا بتحبه ووالده بيدعي له ووالدته بتدعي له، جاء بيولد حاله او في جساس بيولد حاله شرمها، عمل رابشر في اليوترس وجابوا الدكتور الزميل. طب موقف صعب جدا. قال لي اعمل ايه يا دكتور؟ قلت له ما تخافش ما تقلقش، هات فيكريل واربطه في الابره واعمل نود في الاخر، فخر الفيكريل اللي في الاخر نود صغيره زي دي، وخش. شرحتها له في التليفون. وكان فنترال ولا دورسال يا دكتور؟ لا كان دورسال. ما هو شرح لي بقى، ما شرح لي. فالمهم ايه، دخل خد اول غرزه وشد الابره وحطها فين؟ في النود، وايده الشمال تشد الابره بالفيكريل، وايده اليمين تخش ايه؟ تظبط الغرزه. وقلت له هتاخدها سيرو ماسكولار من فوق، تعدي بالراحه كده، تعدي بالدهن. اخر غرزتين بقى ايدك مش هتعدي، خدهم من تحت بس كل مره شد 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 جامد. هو الدكتور ده كان شاطر اصلا ونشيط، لدرجه انه حضر معايا سيزيريان في قريه اسمها طنبشه جارنا. بدانا فيها الساعه 10 بالليل، هو انتظر ساعه ما عرف ان انا عندي سيزيريان قال لي انا هستنى معاك. قلت له استنى. خلصناها حوالي الساعه 2، الساعه 2 او 2 ونص. طب انا لسه هسافر القاهره. طب يا ابني تعالى نام عندي في البيت والصبح نبقى ايه نبص عليها. لا طب نام هنا في البيت ده هو اللي احنا عملنا فيه سيزيريان، على انك انت هتبشر الحاله بالليل وهتنام عادي على اي مكان. لا انا هسافر القاهره يا ابني. المهم ايه، ربنا سهل له وسافر وجه الصبح. يعني انا اقصد اقول لك ان هو عنده اصرار ان هو يتعلم، عنده اصرار ان هو يتعلم. وقلما تلاقي الكلام ده كنا بنشوفه فين قديم في التسعينات مثلا وال2000. انما بعد ما بقت النت اشتغل والحاجات ديت، كان زمان ما فيش نت ولا فيش الكلام ده. اول النت ما اشتغل الشباب خاب، ما يروحش الكليه، ما يعني ما عندوش تركيز. المهم ربنا يوفقهم جميعا. تنتني معاه على التليفون لغايه ما خلصها للاخر. الكلام ده من يجي 30 سنه. اخد كام يا دكتور منه؟ قلت له خد 200 جنيه. 200 جنيه دي كانت لها قيمه كبيره جدا. 200 جنيه قلت له اي خد 200 جنيه وخلينا اسمع الناس اللي عندك، لان انت عملت مجهود يساوي قد 500 جنيه مش 200 جنيه. انت سيب لهم 300 يا دكتور. هي لو ما تلحقتش اصلا كده ما انتهت. فالمهم يعني خد دفعه، بدا يعمل سيزيريان، بدا يعمل كل الجراحات على اعلى مستوى. الزميل بتاع البحيره بيعمل كل الجراحات على اعلى مستوى، لانك انت اتكيت عليه وشفت، خدت بايده على غرار. لان انا كنت في الاول ما حدش بيقول لي تعالى انت ايدك فين ولا انت صح ولا انت غلط. ومن هذا المنطلق قلت لا، انا هقوم بالتدريب ولن التفت للتوظيف. يعني ايه الوظيفه بتاعتي؟ كل ما يجوا يرقوني تيجي مدير اداره اقول لهم لا مش عايز مدير اداره. طب يا عمي تعالى رئيس قطاع، لا. طب تعالى مدير اداره في المديريه وبعدها شويه كده هنمسكك وكل وزاره. اقول لهم لا انا هخرج من وحدتي في المعاش. ليه يا ابني؟ اقول لهم لا انا عندي برنامج تدريبي لكل الاطباء البيطريين، انا لو سبت الوحده وخرجت مش هيتدربوا. لدرجه يقول لي طب احنا هنفرغك ايام تنزل الوحده تدرب. قلت له الدكتور اللي هيجي ما يلاقينيش مش جاي تاني. ده انا عشان اخد يوم ببقى عامل حساب 100 حساب ان انا هاخد اليوم وابقى معرف كل الشباب اللي بيجوا عشان ما اخليش يجي لي من محافظته بعيد ويرجع تاني. المهم كنا بعمل لهم سبورت على قد ما اقدر. ده بالنسبه للشباب. وللان الحمد لله كل العمليات بيعملوها، كل حاجه متاحه معاهم، كل الماتيريالز انا بشتريها في الوحده، ما بغرمهمش حاجه خالص، ولا بغرمهم جوانتيات ولا بغرمهم ادويه ولا بغرمهم ترمومترات ولا اي حاجه هو بيشتريها. كفايه عليك انك متغرب وساكن، انت الماتيريالز كلها موجوده واشتغل وربنا معاك. والحمد لله ربنا موفقهم جدا. يعني النهارده عاملين عمليه سيزيريان لنعجه، شباب صغير لسه في الكليات ما اتخرجوش. حضرتها شفت ما شاء الله اللي انت شفتها ما شاء الله زي العسل. المهم دكتور محمد ان شاء الله الله يبارك ربنا يعني يوفقهم كلهم جميعا ان شاء الله. المهم في حاجات تانية بقى، انت شغال وانا خدت طبيب مثالي ليه؟ كنت الوحده الاولى على مستوى الجمهوريه، الوحده الاولى على مستوى الجمهوريه في كل الانشطه لمده 35 سنه. 35 سنه رقم واحد الدبايبه على مستوى الجمهوريه. لدرجه
كنت نازل مؤتمر، واحد الزملاء من كفر الشيخ، احنا قاعدين على راوند تيبل، وانا مش يعني ما اعرفوش ولا هو يعرف، فاحنا قعدنا نتعرف على بعض. انا مجرد ما قلت انا الدكتور محيي اسماعيل، قام قافز لفوق وعافق في رقبتي كانه بيتخانق معايا. يا دكتور محيي انت ايه اللي انت عامله ده، ومخلي كل المدير الهيئه تذلنا بيك يا ابني انت، يا ابني انا ما اعرفش عنك انت المهم قعدنا نضحك وقعدنا تاني. قال لي يعني انا عايزين نيجي عندك نشوف انت بتشتغل ازاي عشان نشتغل زيك يا عم، احسن ده بهدلنا في الهيئه. المهم دي خدت فيها في الفتره دي، خدت طبيب مثالي على مستوى الجمهوريه، وكان مسلمني الدكتور يوسف ولي، كان مسلمني ايه الشهاده. بعد فتره كده بدات بقى وكلاء الوزاره يفكروا انني بشتغل الشغل الكبير ده، ان انا باخد حاجه لنفسي وهم عايزين يقاسموا عليا. فجالي الدكتور الله يرحمه بقى راخر، جاي يشد عليا جامد. اول ما دخل عندي بالليل، المفروض الليل ده انا ما بشتغلش عياده، بس كنت بشتغل عياده للحكومه برضه. يعني الفتره المسائيه كنت بعد العشاء بشتغل العياده واسجل في الدفتر في الوحده وكله توريد للحكومه. انا كنت بورد في الاسبوع 3000 جنيه في الاسبوع. ده ممكن في وحدات بتوردوا تالي شهريا او يحتاج شهور على ما يعني. انا كنت اكبر واحد في مصر بحالها بيورد فلوس. بس الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى ما ضيعش تعب. المهم كل ما يجي له وكيل وزاره يفكر ان انا ايه، انا بجيب 3000 للحكومه يبقى انا باخد 10 ليه. فكر كده. فجالي دكتور بالليل وكيل وزاره، عدى عليا لقاني العياده الواحده مفتوحه، هو كان رايح يعزي في بلد جارنا، فصدف الحظ ان هو ايه عدى من على باب الوحده. فقام قال ايه اما انزل اشوف الدكتور محيي شغال ازاي، ده عايزين نعرف هو شغال ازاي. نزل، اهلا يا ابني، اعمل له شاي وكده، وشافني الحاله اكشف عليها واخد فلوسها وارزجلها في الدفتر واطلع لها الايصال ويلا مع السلامه. لا المكان ده يا دكتور ما ينفعش تقعد فيه، ده احنا هنعمل لك حاجه كويسه، ده احنا قلت خير وبركه. قام باعت لي تاني يوم الاداره الهندسيه مسكت عملت مقايسه للوحده ونظفت الوحده وخلتها 10 على 10 ولمعوها وكهرباء ومش عارف ايه. فات شهر انا ما رحتلوش، فات شهر كمان ما رحتلوش. الله، هو في ايه؟ ايه اللي الراجل ده بقى يعني مطنشنا ليه؟ ده انا ظبطت لك الدنيا. انا مش في دماغي، انا طالما شغال بما يرضي ربنا وعلى لوجه الله، انا مش في دماغي، انا في دماغ الناس كلها ايه بنفس طريقتي. ايوه ما اعرفش الليجا، انا ما اعرفوش. جاء الدكتور ده بعت لي، رحت يا دكتور محيي، قلت له نعم. قال لي هو فيه واحد يعالج جاموسه ب 2 جنيه ونص. قلت له اعالجها ب 2 جنيه ونص. ما هو انت جايب لي دواء الازازه ب 40 جنيه، ب 40 قرش زمان، الكلام ده من 30 سنه. انت جايب لي ازازه دواء، يعني انا جايب لي فيتراجين ب 40 قرش، هاخد منها ايه؟ هاخد منها 30 سم او 40 سم بكام؟ بريال نصها. وجايب لي اوكسي بتاع ادويه كان يومها برضو بحوالي 60 قرش. المهم جمعت له العلاج ده كله، قلت له ليفاميزول وزودت له الدنيا، وقلت له وما جبتش 240 قرش، ما جبتش 240 قرش برضه. قلت له انا بايدي حاجه؟ قال ازاي؟ انا هحقق معاك. قلت له حقق معاك. لما لقيته بيشد عليا بيقول لي حقق معاك، قلت له وصلت بقى. فهمت الطريقه. قلت له حاضر حقق معايا. قال ازاي وانت ما؟ قلت له بقول لك ايه، انت عايز ايه في الاخر؟ الدواء الركش اللي انت جايبه هو اللي بيخليني اعمل كده يا دكتور. في دواء اسمه اوكسي لونج اكتنج بتاع فايزر كان ب 9 جنيه، فاكره باليوم 9 جنيه. فيه فينادين، في حاجات ترفع من الدكتور بتاعك. انت جايب لنا الدواء الركش ده كله، الدكتور ما بيستفيدش منك حاجه، ما بيستفيدش علميا. لكن انت لما تغير الدواء وتجيب الدواء الابديتد، الدنيا هتحلو وهتجيب فلوس كتير ليك وللدكتور، مع ان الدكتور ما بياخدش حاجه، انت اللي هتاخد. كله هيتورد وانت اللي في الاخر هتاخد الهبره الكبيره. الدكتور بياخد فتات. فالمهم ما اقتنعش بكلامي وقام باعت لي تاني. لما بعت لي تاني بقى قلت بس الراجل ده بقى مش هيسيبني في حالي. اول ما دخلت عليه ازاي ومش عارف ايه و240 قرش ما ينفعش، مش الدكتور محيي اللي يعمل كده. قلت له بقول لك ايه، اخرتها عايز تنقلني براحتك، توديني اي مكان يعجبك براحتك. الدكتور محيي في السادات هيبقى الدكتور محيي،
دكتور محي في وسنا هيبقى دكتور محي، ومسكت له المحافظه كده عدتها له بالايه؟ بالمركز. لعلمك قال لي ايه؟ قلت له العياده دي موقفه حالي. انا لو بره اللي انت شايفني بجيبه ده كله كان هيبقى بتاعي في جيبي، لكن انا براعي ربنا وانا مش هشتغل معاك بالطريقه دي. خلص ده الله يرحمه. جالي واحد تاني بقى، جالي يوم الجمعه يمر عليا في الوحده. طب انت جاي لي يوم الجمعه ليه؟ يوم الجمعه شو ده اجازه. لا، قام داخل وقاعد على المكتب، وقام فارر الثمان حالات اللي انا اشتغلتهم، وقام لمم الفلوس لقاهم الثمان حالات بنفس السر. فانا بقول له انت ليه يا دكتور الفلاحين واقفه وانت بتقوم شادد الدكتور الدرج وتجمع الفلوس وتشوف الحالات؟ هو انا حرامي؟ ده انا شغال لك يوم الجمعه وبورد لك تذكره في الوحده، تذاكر في الوحده. ده انا غلطان اللي انا بعمل كده بقى. قال لا اصل انا خايف عليك من اللي قاعد على المكتب لا يسرقك. قلت له اللي قاعد على المكتب هيسرقني؟ ده متعين قبل مني ب10 سنين وعمره لا عجز جنيه ولا نقص جنيه، وراجل من البلد انا فاهمه وعارفه. المهم جه الاسبوع الجمعه اللي وراها تاني نفس الفكره، وبعدين بقول له يا ابني قوم اعمل له شاي. قال لي هو انا فطرت؟ فهمت بقى. انت فطرت؟ قلت له يا ابني قوم هات له فطار. قال لا مش فاطر. قلت له مع انك فطرت. وكيل وزاره قلت له مع انك فطرت، انت مش جاي للمرور. المهم انت قريت الشخصيه؟ قريته. كان معاه بقى راجل محترم اللي هو النايب بتاعه، كان راجل محترم قوي، بقى واقف مبلول. المهم مشي. جاي لي تالت اسبوع بقى، قمت عامل له ازاي؟ والله لا عامل لك حركه اسد بالك فيها. عملت ايه؟ هو لسه بيركن العربيه ونازل من البوابه جاي، قلت له اهلا سياده الباشا، سياده الرئيس الكبير بتاعنا، السماعه دهيت وشوف لي الهارت بتاع الجاموسه. احسن انا واقع في مطب مانيش عارف اوصل لتشخيص. مسك السماعه في ايده ويبص لي من فوق لتحت، يبص لي من فوق لتحت، ويلف حوالين الجاموسه يمين وشمال 3 4 مرات. هو مش عارف الهارت فين. هو اصلا ما كانش بيشتغل طبيب بيطري خالص. تعرف بعد دي قام حاطط السماعه وقام راكب العربيه وماشي، ما ورانيش وشه تاني. سبحانك يا رب. جالي واحد تاني اللي وراه بقى، كان في واحد محترم قوي وكيل وزاره، ربنا يديله الصحه ويعافيه. هو عنده يجي 80 90 سنه دلوقتي، شفته قريب بس ربنا يديله الصحه. كان عندنا محطه اسمها محطه طوخ طنبشه اللي اتعمل عليها دلوقتي الجامعه الاهليه. كانت مزرعه ابقار فريزيان، وكانت حوالي يجي 3 4000 اللي كانت بتاع شركه اللحوم. جت المحافظه خدتها. فالمهم وكيل الوزاره ده بصراحه كان راجل يحبني ومحترم، وهو اللي رشحني اخد جايزه الطبيب المثالي. فانا ما قدرتش اقول له لا حاضر. رشحني ان انا اشرف على على المحطه. رحت، كان راجل بصراحه شايفنا في الوحده رغباتنا كلها مجابه. المهم ربنا سهل وقام طالع وكيل وزاره في اسكندريه بعد ما قعد معانا سنه، وجالنا واحد بقى الله يرحمه راخر، عمل فينا اللي ما ينعملش، كله جاي فاتح ايده. فجالي على المحطه يا دكتور محي، قلت له نعم. قال لي يلا نروح نزور المحطه. نزور المحطه ليه انت؟ ماشي نروح. رحنا نزور المحطه. اول ما دخل على طول للمهندس بالزراعي بتاع المدير المحطه قال له فين البكاوي اللي انتم بتدوها؟ بكاوي؟ قلت الله، ده انت جاي على الناحيه التعبانه دي بقى. المهم انت شفت بقى ايامنا. انا شفت ايام ما يعلم بها غير ربنا. انا اتبليت، انا كنفسي طبيب زميل ليه اتبليت، بقيت اقول يا رب الارض تتفتح وتاخدني، لان انا منظر ما شفتوش قبل كده. ازاي الدكتور محي بياخد مبالغ قد كده وانتم ما بتدونيش؟ يا دكتور والله ما باخد ولا مليم، اقسم بالله ما باخد ولا مليم. ده بقى يجوا عربيه ياخدوني اشوف على المزرعه واكشف كنت بكشف على 50 راس في اليوم. 50 راس في اليوم عقم وعالج. فالمهم لما جه وكده قلت له والله يا دكتور انا ما باخد منهم حاجه. قام جاي عامل اجتماع في اداره بركه السبع بحضور انا بقى، انا في كبش الفدا اللي اللي هيقلمني انا بقى. المهم انا ساعه ما قال كده وقال لازم الدكتور محي يجي، قلت بس انا فاهم هو عايز ايه. ساعه ما رحنا وقال المحطه والفلوس والدكتور محي بياخد احنا ما بناخدش، قلت له الدكتور محي ما بياخدش حاجه منهم والله يا دكتور ما باخد حاجه. قال خلاص ما تروحش. قلت له اكتب لي امر اداري ان انا ما اروحش.
قام كاتب لي امر اداري، قمت واخده حطه في جيبي، قلت له شكرا انت نجدتني، ما انا ما بنامش ليه؟ محطه 3 4000 راس ومهمله، ممكن يبقى الصبح تبص تلاقي فيه مرض 12 فيه بقره فطست فيه كذا، انا اللي هتحط في المطب مش انت. قمت قايم مسلم قلت له شكرا شكرا ده انت نجدتني من مطب كبير، قمت حاطط القرار في جيبي. ده رقم وهلوم جرب بقى في الباقي يعني الموضوع كتير، الموضوع بلاش عشان الوقت يعني. تمام يا دكتور، احنا دلوقتي هنتنقل لفقره اسئله المتابعين. في الدكتور احمد شوقي، والدكتور احمد شوقي ما شاء الله يا دكتور هو طبيب بيطري بوحده سيدي سالم البيطريه كفر الشيخ، هو نفس منهج الدكتور محي بالظبط. انا كنت بشتغل في سيدي سالم زمان، مش كنت بنزل برايفت. ولن انسى سيدي سالم. كنت بنزل في بلد اسمها شباس الملح، وبلد اسمها في شباس امير برضه هناك جنبها تقريبا، وتنتني لما وصلت سد خميس وسيدي سالم في الحته دي يعني. المهم كنت بروح امشي من الساعه 12 الظهر ما ارجعش الا الساعه 2 بالليل. وفي قريه اسمها الجصابي كنت بروحها كتير والف فيها كتير. المهم وانا راجع بالليل كنا في الشتاء، الشبوره نزلت وانا راكب العربيه ما بقتش شايف قدام مني متر. كنت بقى اقوم جاي على القنطره في اي مكان كده واقوم وقف وقفل الابواب ونايم في العربيه، قول بقى ربنا يستر لغايه ما الصبح يجي بقى واعرف امشي ارفع. فبالمناسبه يعني انت ذكرتني بدي. هو مش احمد شوقي برضه الوحده نفس يعني انا ضربت معاه 3 شهور، ربنا يوفقه ان شاء الله. ان شاء الله. فهو طبعا بعت لحضرتك بيقول حابب اساله ايه هي اكتر حاله بتسعده وبتعمل له رضا نفسي كطبيب بيطري، وسلمني عليه رغم ان هو ما يعرفنيش. احسن حاجه تقابلني وتعمل لي سعاده في الحياه ان طبيب بيطري ابني ينجح في حاله، دي بتبقى نجاح لي ايا كان الحاله دي بقى، ايا كانت بتسعدني. لكن اللي بيسعدني ان انا اوصل المعلومه للطبيب الصغير كما انزلت اللي هي عندي، لا فيها زياده ولا فيها نقصان، زي ما يكون اللي في مخي حطيته له. وده اللي بيرضيني اصلا، ان انا ما بخلش على بمعلومه على حد من الزملاء ان كان صغير او كبير. دي اللي بيسعدني بس. دكتور محمود رمضان، سلامنا لدكتورنا العظيم دكتور محي وجزاك خير دكتور محمد. نساله عن خلاصه فن التعامل مع الاونر. المشكله الكبيره قوي اللي بتقابلك ما تديش الاونر حاجات علميه منه لان بيستخدمها ضدك. تاني حاجه بكون بتعالج له حاله مثلا فيها تورشن، فيها ولاده عسره، انت شايف انها محتاجه يعني فحص زياده، ما تخليش الدنيا خضراء قدامه، ما تقولوش ده الدنيا حلوه وما تخافش وان شاء الله هتخف بكره، ما تديهوش كده. اديله انديكيشن بالوضع، اديله لا انا عايزك ازود له. عايز اقول له لا ده الدنيا مش حلوه، لا ده الدنيا هتحتاج شغل شويه. افرض ان انا عندي حاله بتولد وفيها فليكشن في الهيد والنك ولا ما اقولوش ان الجنين صح، اقول له لا الجنين انا مش حاسس بيه بنبض، انا مش حاسس ان الجنين فيه رفصه خالص، ما بيرفصش معايا ما بينبضش معايا. انت هتاخد وقت في التوليد، وممكن لو انت بتولد تبص تلاقي الفيتس كان في ايدك الايف وطول الوقت حصل له درينشنج ومات، نزل ميت، انت كنت قايل له صح ونزل ميت، يبقى انت اللي موته، يبقى يعمل لك مشكله. تاني حاجه ما تدخلش في حاجه انا مش عارفها قوي، او ما انا كده بالراحه انت كشفت على الحاجه ده بس شويه سبورت كده، وقوم ايه متصل على زميلك اللي اكبر منك، حبيبك اللي بيحبك، انا عندي كذا 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 والدنيا ملخبطه معايا اعمل ايه، ودي مهمه. وما تخليش الاونر يسمعك. ليه بقى؟ عشان برضه هيروح يجيب الدكتور ويقول لك ده الدكتور ده مش واخد باله، وتجيب دكتور تاني يقعد بقى ايه يعمل لك بقى شويه قلبندات من اللي الدكاتره بتعملها مع بعض. تاني حاجه حاول معاه ما يفاصلش معاك، ما يفاصلش، ولو ادالك راي ما تاخدش بيه. يعني ايه؟ عندي ريتند بلاسينتا علميا النهارده الابديتد انا ما نزلهاش بايدي، هو واخد في باله ان البلاسينتا دي بتنزل على طول مانيوال، ويقعد الدكتور يقطعها ويعملها، وتدخلك في متاهات كبيره، تدخلك في حاجات كتيره، تعمل لي بليدنج وتعمل لي سبتسيميا وتعمل لي سيبتك مترايتس، وتخش في متاهات كبيره. فانت بتمشي ببرنامج الصح، ان انا بدي اليوم الاولاني بدي اوكسيتوسين وكالسيوم وهتنزل لوحدها، او بعد كده هبدا اديها لونج اكتنج وبروستاجلاندين وفينادين او تولفين او اديله ميلوكسيكام 3 ايام،
وممكن اكرر الموضوع ده تاني. هتنزل لوحدها او هتبقى قريب وانا هنزلها 1 يونت. لكن لو حضرتك سمعت كلام الاونر بقى وقطعتها وعملت الموضوع ده، ممكن انا بركز معاهم على طول كده، ممنوع انك تقطعها وممنوع انك تدخل ايدك، ممنوع انك تدخل ايدك بير يوترس كمان لانك بتعمل انفكشن. فما تسمعش كلام الاونر في الحته دي عشان هتتعبك. لو هو سابك وراح لواحد تاني وعمل كده، هيجي لك جاري والنبي انهضني يا دكتور ده الجاموسه عندها كذا. انت بقى هتروح تقول له مش انا قلت لك الوضع كذا كذا ما ينفعش كذا. هتعمل لنفسك برستيج عالي في المنطقه اللي انت فيها، وقول الراجل ده فاهم وبيشتغل صح. بسلم لي على الدكتور محمود رمضان، دكتور محمود رمضان والدكتور احمد شوقي اللي بعد الدكتور احمد شوقي، ربنا يسلمهم جميعا وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه رمضان. دكتور عبد الرحمن صبحي، لو طالب في سنه رابعه ولسه ما نزلش تدريب خالص، هل هو كده متاخر وضيع وقت؟ هو ما ضيعش وقت، هو كده ما ضيعش وقت. لكن لو هيبدا بس يبدا بجد، يعني ايه، ما تجيش ما تروحش يوم وتغيب لي 10، لا. وبعدين اقرا كويس في الكتب بتاعتك. النهارده بعد ما اتخرجنا عرفنا ان الطب البيطري من الجلده الاولى بتاع سنه اولى لغايه اخر جلده في سنه 5 كله بيخدم بعضه، فكله بيفيدك. فانت ركز في دراستك، وممكن تنزل في سنه رابعه لانك انت اشتغلت في ايه دلوقتي، انت خدت دلوقتي ايه، خدت البيزس الاساسيه في البطنه والجراحه والحاجات دي، فانت ممكن تنزل هتستفيد كويس. تمام. دكتور عبد الرحمن ثروت، بعد اذنك يا دكتور، ازاي نقضي على فكره ان اغلب الدكاتره الا من رحم ربي بيخبوا المعلومات او مش بيعلمك كل حاجه، خوفا ان الشخص المتدرب ياخد مكانه او رزقه؟ شكرا يا دكتور يا حبيبي، التدريب اللي انا بعمله عندي اكتر من 50 طبيب بيطري في الدبايبه. 50 طب في الدبايبه بس، الدبايبه وجنب منك كل القرى اللي حواليا اللي فيه 5 واللي فيه 7 واللي فيه 8 واللي فيه 6، ورزقنا مقلش بل بيزيد. ان تخيل بيجي لك واحد من المنصوره يقول لك انا عايز اعمل سيزيريان. من المنصوره؟ من المنصوره. من البحيره جاي لك واحد يقول لك انا عايز اعمل رومانوتومي من البحيره. يجي لك واحد من الغربيه من كفر الزيات. ما انت بقى في وحده قرويه زي دي او في عياده في قريه زي قريه الدبايبه، ويجي لك ناس من القاهره وناس من بنها كل يوم كده، وناس من القليوبيه وناس من الغربيه وناس، انت رزقك مقلش معايا. فاقول انت ادي المعلومه وفاهم زميلك الصح وعلمه صح، ورزقك على الله. مفيش حد ربنا رزقك. هحكي لك حكايه. من قيمه حوالي سنه كان عندي دور سخونيه جامد، حرارتي 41، ونايم متغطى ومش قادر اقوم من مكاني، تقريبا الله اعلم كانت بروسيلا برضه. فالمهم جالي راجل يخبط عليا، يا دكتور انا عندي بقره بتولد. قلت والله يا ابني جاي من عند الدكتور دلوقتي مش قادر. روح للدكتور ماهر. دكتور ماهر ما رضيش يطلع معاه. طب يا ابني جالي تاني، طب يا ابني روح للدكتور محمد عمر. الدكتور محمد عمر ما امكنوش يطلع معاك لظروف معينه الله اعلم كده او ده، كل واحد عنده ظروف. رجع تاني، يا دكتور مش راضي يطلع معايا، وقام قاعد يبكي. طب انا مش قادر، انا عندي حراره 41. قام الراجل رايح جايب البقره وقام دخلها الزنقه اللي هناك، قام خبط عليا، ببص له قال لي انا جبت البقره، كنت عايز تولدها ولدها، مش عايز تولدها وتسيبها تموت انت حر. قمت لابس هدوم كتيره ومتلفح بالتلفيحه، وقمت رايح مخدرها ايبيديورال وعادل الراس وشد. شو اللي شدوه؟ ما خدناش 5 دقايق، وفي الاخر الفلوس انا اللي خدتها. شوف انا بقى كنت بقول له روح لفلان، طب روح لفلان، طب روح لفلان، وفي الاخر رزق انا اللي خدته. اذا الرزق مش بتاع حد، هو ربنا اللي قسمه ليك هتاخده، ولو في حالك 7 انت مش هتعرف تجيبه، محدش هيعرف ياخده منك، انت رزقك هتاخده. لو مين اللي بيمنعه عنك محدش يقدر يمنعه عنك. فعلم زميلك عادي، ارضي ربنا في تعليمه، ما تبخس علم عنه، اديله كل اللي تقدر عليه ارضاء لربنا، يقوم ربنا يزيدك انت من العلم. فانت ما فيش حاجه ان انا احجزها، وان انا عشان انها ايه ده هياخد رزقي او هيسبقني. يا ما سبقوني بالموتوسيكلات قدام وانا راكب العربيه زمايلنا، لكن كل واحد بياخد رزقه في الاخر. ده حاجه بتاعت ربنا مش بتاع البشر. كل واحد لازم يبقى مقتنع تماما
ان رزقه بيد ربي، لان سيدنا علي قال ايه؟ علمت ان رزقي بيد ربي فاطمأن قلبي. تمام. بس تمام يا دكتور. دكتور احمد الديدموني، لو حد حابب المجال الاكاديمي والمجال العلمي يقدر يوفق ما بينهم، يعني الفيلد والاكاديمي؟ والله اللي يمضي والحاجه المبشره قوي ان احنا عندنا بيتعين من يعني بيطلع من عندنا من التدريب بتاعنا معيدين كتير ان شاء الله. تلاقي معيدين في كل الجمهوريه، منهم اللي في اسوان ومنهم اللي في اسكندريه ومنهم اللي في كفر الشيخ ومنهم اللي في البحيره، في كل حته تلاقي معيدين كتار، وده حاجه مبشره ان النهارده يبقى الدكتور فاهم الفيلد كويس وفاهم العلم كويس، في الاخر هيديك معلومه صحيحه 100%. وده في امثال كتيره، يعني دكتور محمد جبر ربنا يديله الصحه، دكتور عيد موسى وكتير كتير، والدكتور احمد عبد العال، كلهم دول ناس افاضل اساتذه ولهم باع كبير في الفيلد. فانا النهارده لما يبقى عندي المزيج ده اصله هيديني معلومه صحيحه وخبره صحيحه، حتى لما يجي يشرح للطالب في الكليه بيدوا له المعلومه الطبيه العلميه والعقليه، ودي ميزه. انما النهارده ايام ما كنا بنتعلم احنا كان اكاديمي بحت، عرفت معلش ما بيكلمكش تاني، هي كده. نفس اللي شفت من الدكتور بيقول لي هي كده، اعرفها كده وحطها لي في الامتحان كده. يا دكتور طب اساس اعمل اشرح لي، يقول لك ما فيش شرح، هو كده حطها لي كده. يا احنا عنينا كتير. المهم دكتور علي فوزي، اللي عايز يبقى شاطر في مجال اللارج يعمل ايه ويركز على مواد ايه اكتر من غيرها، وازاي يطور نفسه في مجال تغذيه الحيوان؟ الطبيب الشاطر اللي يعرف رقم 1 تغذيه، وبعدين بطنه ومعديه وولاده وجراحه. بس انا قلت لك في الاول ايه؟ قلت لك في الاول من الجلده الاولى في سنه اولى لغايه اخر جلده في سنه 5 كله بيخدم بعضه. ما انا مش هعرف اعمل جراحه وانا ما اعرفش تشريح، ما انا مش هعرف اعمل ولاده وانا مانيش عارف الجينيتال تراكت عامله ازاي، مانيش هعرف اعمل ابيدورال انستيزيا الا اذا كنت عارف المكان فين، مانيش هعرف ادي علاج وانا مش عارف الباس واي بتاع العلاج في الجسم عامل ايه معايا. فلازم ابقى عارف. يعني لو انت حضرتك فكرت في يعني انت لو جيت في الفلويد سيرب والتغذيه كله بيخدم بعضه. الفلويد سيرب النهارده عشان تدي، ممكن تدي حقنه تموت، ممكن تدي حقنه تخفف، لانك انت عارف الباس واي بتاع الدواء اللي انت بتديه في الجسم بيعمل ازاي. فلازم تبقى انت فاهم. معلش تعالى على نفسك شويه، اقرا شويه، راجع راجع المواد كلها، لكن ما تسيبليش ماده ما تقراهاش. احنا النهارده بنفتقد فعلا الحته دي، كلنا بنركز على الحاجات اللي هي البطنه والولاده والمعديه والحاجات اللي هي بتوع السنتين الاخر. لا، كل منهج بيكمل بعضه. تمام. دكتور اسلام احمد، هل التدريب متاح في الوقت الحالي عند حضرتك؟ التدريب متاح كل يوم في طول السنه، ما فيش فيه، ما بيوقفش. بس هو المشكله بتيجي في الصيف، بيبقى العدد كتير جدا، بتبقى الاستفاده بسيطه. يعني بيبقى قدام مني مثلا 100 واحد ما شاء الله، 100 طالب واقف او 100 دكتور واقف في الصيف، منهم البنات ومنهم كده، صعب. يعني ما يبقى قدام منك 100 طالب او 100 دكتور كله عايز يحط ايده، ودي حاجه غير متاحه. يعني انا النهارده عشان 100 واحد يدخل ايده عشان يجس صعبه. يعني كل يوم مثلا بيجي لي حالتين او 3، يبقى الحالتين او 3 اللي في يعني للعشر، يعني هم 3 اللي هيدخلوا معايا بس عشان الحاله، لان هنا بيبقى عندك مشكله مع الاونر. فانا بقول له روح السلخانه اتعلم الجس في السلخانه، الحيوان هيتجس وهيخش السلخانه يتذبح، مفيش مشكله عليه. الجراحه ما شاء الله احنا عندنا دكاتره دلوقتي لسه طلبه، دكتور محمد والدكتور مصطفى وغيره يعمل تحويل مسار لوحده 10/10. انا دوبك ابقى على الكرسي كده واشوفه، بس يعمل سيزيريان لوحده، شفتهم النهارده. ايوه ان شاء الله، يعمل كل الجراحات لوحده. فطبعا دي حاجه مبشره ان يبقى طالب لسه سنه ثالثه او في سنه رابعه ويعمل سيزيريان. تعالى بقى خده في الجراحه، لما يجي يتسال في الجراحه بيجي الاستاذ بتاعه يساله في الجراحه، قول له تعمل سيزيريان ازاي؟ ده خلاص هو شاف يعني، ده هو عمل بايده، ده كمان شاف وعمل. طب عندك تورشن شفتها ازاي؟ طب عملت ايه؟
طب هتيجي تعمل التخدير ازاي؟ كل حاجه طبعا عملها يا دكتورنا ده تاكيد ان هم شافوا الشغل ده قدام حضرتك وتحت اشرافك. مئات المرات. عشان في ناس ممكن ياخد الكلام ده وهو يقول لك طب انا هقرا وممكن يحط نفسه لا هيقرا، هو هيقرا من هنا ويسمع من هنا ويفوت من هنا، مش هيقدر. ايوه لكن كون عينك شفت، ايدك اشتغلت، وحد متابعك وانا واقف في ظهرك ما شاء الله، او زميل كبير واقف في ظهرك، هيبقى في نتيجه احسن. تمام يا دكتور. دكتوره اميمه حسين، انا مش بحب مجال التحاليل ولا مجال البيطري، انا بحب كل ما يتعلق بالتغذيه. لكن للاسف الشغل بيكون صعب للبنات في المجال ده، مجال التغذيه. بفكر افتح مشروع خاص بيا زي مثلا مصنع جبنه، بس مش عارف ابدا ازاي ولا المفروض اهتم بايه واعمل ايه. تقرا بقى، تقرا الالبان وتقرا التغذيه. ما عنديش، انا شخصيا ما اقدرش اقول لها تعملي ايه في المجال ده. وبعدين النهارده عشان انا اعمل مجال زي ده ويبقى ابقى انا بروفيشنال فيه، لازم اشوف الناس اللي بتشتغل فيه. يعني أنا مثلا عندي لازم تاخد فود سيفتي. الدكتور ماجد تاج الدين تاخد معاها دوره او 2 وتاخد مشورتها في النقطه دي. انا كراجل لارج ما اقدرش اوصف لها انه ايه اللي تمشي فيه، لان انا ما عنديش خبره فيه. من قال لا اعرف فقد افتى. لان انا لو قلت لها على حاجه ممكن تبقى خطا حتى انها ماشيه عليه، لكن هي لما تروح للمتخصص وتساله ويجاوبها ويشرح لها الموقف، يشرح لها تعمل ايه والخطوات ايه، يبقى افضل مني انا. دكتور قصي من سوريا الحبيبه، كيف نختار تخصص بيطري ونكون راضين تماما مع تعدد المجالات الواسعه جدا؟ انا طالب في سنه رابعه ونسال الله العافيه والسلامه لدكتورنا دكتور محي اسماعيل. بص بالنسبه التخصص يا دكتور يعني، بص يا دكتور، انا اتمنى ان ما يتخصصش في الاول، يدرس جنرال في الاول. ليه؟ النهارده احنا عندنا الكليه الطب البيطري في الجمهوريه في مصر هنا دلوقتي بداوا يخصصوا. يقول لك انت بتاع ادويه، انت بتاع فود سيفتي، انت بتاع بيت انيمالز، انت بتاع كذا. كل الحاجات ديت خطر. ليه؟ انا ما بدرس جنرال في الاول باخد كل البرامج بحالها وبتبقى متمركزه معايا وابقى انا عارفها كويس. هقدر ان انا اخصص نفسي بعد ما اخلص. انا كنت شاطر في ايه وبحب ايه شخصيا، انا ميال لايه. انا ميال للارج انيمال، انا دارس لارج انيمال كويس، هخش فيها على طول وبقوه هبقى كويس. انا راجل دارس بيتس، اخش في البيتس وهخش فيه كويس واخد فيه دبلومه مثلا او اخد فيه ماجستير. انا مثلا متخصص في الدواجن، بحب الدواجن، اخش فيها واخصص نفسي فيها بماجستير بدبلومه باي حاجه. انما ما اقولش ان انا اروح اتخصص وانا طالب. ليه بقى اللي هيحصل؟ هنفترض ان انا راجل تخصصت مثلا بيت انيمال وانا راجل ريفي من الدبايبه دي. مين اللي مربي بيت انيمال هنا عشان هيجي لي؟ مهما كنت شاطر، مهما كنت شاطر مش مكانك. ده عايز اماكن زي القاهره، اسكندريه، عواصم المحافظات يقدر يعمل فيها عياده ويصرف عليها. والجيم بتاعها هيبقى كويس. افرض انا راجل ما معيش عشان انا جاهز عياده النهارده بيت انيمال مش اقل من نص مليون جنيه عشان اجيب سونار واجيب التحاليل واجيب الحاجات دي. طب انا راجل على الله ما معيش نص مليون، هضطر اقعد احط ايدي على خدي. هبقى انا راجل اروح اللارج هلاقي نفسي ضايع في اللارج. هروح الدواجن ما عنديش فكره عن الدواجن، ما انا ما درستش غير بيتس. هضطر ان انا اسافر القاهره عند اي حد يعلمني بيتس وافتح في القاهره. طب انت عايز شقه في القاهره بكام؟ وهتاسسها بكام؟ اللي هيعمل الحاجات دي لازم يكون مسنود. فانت التخصص ده هو خليه دايما بعد ما تخلص البكالوريوس خالص، والمجال اللي انت هتحبه هتلاقي نفسك رايح له وتتخصص فيه. ممكن تعمل تدريبات، ممكن تاخد كورسات، ممكن تاخد ماجستير، اللي انت عايزه هتلاقيه. تمام. دكتور خلود محمد، عاوزين خطوات وعناوين نمشي وراها مذاكره في اللارج والفيلد. يعني نبدا نذاكر بايه الاسس بتاعه اللارج والفيلد عموما يعني. انا قلت في الاول كل مجالات الطب البيطري بتخدم بعضيها. تمام. فانا عشان اقول لها ذاكري في ايه مش هيفيدها. هي تشطر في الدراسه وتعرف كويس جدا ان التشريح اللي هو يعتبر الف بالنسبه للطب البيطري لغايه الفورنسيد ميديسن نفسه بيخدمني، لغايه الولاده والجراحه بتخدمني. كل برانش بيخدم التاني، فلازم هي تركز على الكل. تمام. احنا كده يا دكتورنا بقى ان شاء الله هنتنقل لفقره تانية وهي فقره صوره وقصه. هندي لحضرتك ظرف كده وحضرتك هتشوف الصوره وتبدا تعلق لنا عليها ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم.
ده الصورة ديت، ده عبارة عن صورة لكتاب أنا كنت عامله اسمه Differential Diagnosis Between Diseases. الكتاب ده كتيب صغير، وأنا حاطط فيه خلاصة كنت بكتبه في أذان الفجر، دايما أصلي الفجر والبيت كله نايم تمام التمام وأقعد أكتب فيه. هو كتيب صغير لا يتعدى من 70 ورقة أو حاجة، في كل الخلاصة اللي هي الديفرنشال دايجنوز بتوين ذا انيمال بتوين ذا ديزيز. يعني ايه؟ عندي مثلا الامراض اللي بتعمل لاكريميشن 1 2 3 4 5، عندي الامراض اللي بتعمل بلاد يورين 1 2 3 4 5، عندي الامراض اللي بتعمل ساليفيشن امراض كذا وكذا وكذا. ده مرض اسمه، الكتاب ده اسمه ديفرنشال دايجنوزز بتوين ديزيزز، وده موجود وبالتالي عند 90% من الدكاتره الشباب موجود عندهم. بس للاسف كانت بتنتجه شركه سمار، كانت شركه سمار الادويه البيطريه هي اللي كانت مسؤوله عن ايه؟ انتاجه وطبعه وتوزيعه. ما اعرفش ما زالت ولا ايه، ممكن هم يطلبوا شركه سمار ويشوفوا بقى ويتواصلوا مع شركه سمار عشان ياخدوا منها الدواء بتاعها ويتنشطوا معاها، وهي تجيب لهم الايه؟ الكتاب ده تمام يا دكتور. ويعملوه. ده كنا بنعمل هنا سيزيريان اي. متكرره العمليه دي عند حضرتك يا دكتور؟ السيزيريان عندنا ان ما شاء الله في طلبه اصلا ودكاتره ايدهم فيها شغال. احنا عندنا يوميا سمول انيمال، وبمعدل كل اسبوع ممكن تيجي واحده لارج انيمال، وبتبقى جايه، بس للاسف بيبقى معظمه جاي متدمر. يعني ايه؟ بتبقى احنا ال اخر المطب، يعني احنا اخر كل حط ايده كده لا، راحت لدكتور واثنين وثلاثه وجساس وفي الاخر ايه؟ تحول علينا. وداها لدكتور بتجي لنا اخر محطه بقى. اخر محطه دي بقى اتبهدلت اصلا، بتبقى جايه يعني لدرجه ان احنا مره عملنا قيصريه في حاله لقيناها ربشر قد كده بعد ما نزلنا الجنين. كان معايا الدكتور عمرو والدكتور فوزي اللي كان شغال معايا في العمليه ديت، هم اشتغلوا العمليه وانا خيطت الرحم من جوه. بلايند كده زي الاسطوره اللي قلت. ايوه زي ما انا قلت لا، ونجحت وبقت زي الفل وما شاء الله، يعني ربنا يوفقه. اللهم صل على حضره النبي صلى الله عليه وسلم. احنا كده كنا في الروضه الشريفه. اللهم صل على حضره النبي صلى الله عليه وسلم. كنا في الروضه الشريفه بنعمل عمره، واتقابلنا مع ناس من حبايبنا من البلد هناك في المسجد النبوي، وكنا قاعدين في الروضه الشريفه، والحمد لله ربنا اكرمنا، صلينا فيها زي ما احنا عايزين، وكله بفضل الله. ونسال ربنا سبحانه ان يرزقنا كلنا يا رب الصلاه في الروضه الشريفه يا رب. يا رب يا رب يكتبها لنا كلنا يا رب. ده عجل براسين، وعملنا للام سيزيريان وربنا كرمهم وبقت زي الفل. يعني عدت الحاله دي؟ ما عدت الام عدت وبقت زي الفل. وديت كانوا قاعدين يولدوا فيها اكتر من يجي 6 ساعات. وطبعا الراسين مش هيعدوا من السيرفكس ولا هيعدوا من البوني بيرس ويفز البلفيك بون. فاحنا قررنا نعمل لها سيزيريان، والحمد لله ربنا كرمها وبقت زي العسل. هنا اللهم صل على النبي كنا في حفل افطار في مديرية الطب البيطري، وكان حاضر فيها المحافظ كان بيكرمني في اليوم ده، وده وكيل الوزارة دكتور سيد بيه، ده كان ضابط بالقوات المسلحة، فكانوا بيكرمونا في اليوم ده، بدونا شهادة تقدير لسه موجودة اهيت، ظاهرة اهيت في اليوم العظيم ده. وكان جايب كل رواد المهنة مش انا لوحدي. كان في نظام في المنوفية هنا يجيب رواد المهنة كل سنة في رمضان، يجيب مثلا 10 كل سنة يفطروا معاهم ويدوهم شهادات تقدير تكريما لهم، يعني او يعني عرفانا بالجميل بتاعهم. فكنت انا من ضمن الايه المجموعة ديت يعني ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الصورة ديت بقالها اكتر من 40 سنة. الصورة دي اكتر من 40 سنة. الحالة ديت قعدت 6 ساعات اولد فيها، 6 ساعات اولد فيها، ولو بصيت هتلاقي فيه 8 رجول نازلين منها. ده عبارة عن فيتس واحد
وفي الفرتبرال كولم بقوا ايه 4. الاصليه بقوا 2 الناحيه دي و2 الناحيه دي، 4 باتوكس، وهم في عجل واحد من عنده نص الفرتبرال كولم كده، قام جايب 2 باتوكس يمين و2 باتوكس شمال، ومن قدام هو راس واحده ورجلين 2. ايه اللي حصل معايا بقى؟ كنا في شهر رمضان الكريم، ربنا يعيده علينا كلنا بالخير واليمن والبركه. جت لي حاله بتولد من قريه اسمها طنبشه جرنه، وكنت انا لسه صغير، ولما بدخلت ايدي لقيت الرجلين جايه والراس، الانتيريور برزنتيشن صح ودورسال بوزيشن صح. شد يا عم الجاموسه تيجي معاك. ايه الموضوع؟ لا ما هو فيش رجول تانية. فين بقى؟ ادي توسيع وادي زيت واشد لغايه الساعه 6 قبل المغرب على طول. ربنا سهل ولدناها. نزل ميت و8 رجول من ورا كل عجل فيه باتوكس و2 رجل، والباتوكس زي ما يكون عجل طبيعي. فعلى ما عدينا دي من المنطقه دي بهدلتنا. حتى الناس اللي في البلد اللي شافوه عملوا عليه قصص وروايات، والبلد وطنبشه جم يجروا علينا هنا يشوفوا العجل المعجزه دي، عجل في 4 عجول. فاخر ما زهقت منهم ومالين للعيال الوحده مش عارف اتصرف معاهم، قمت شايل العجل رميه لهم في الشارع، قلت لهم خدوا العجل اهو اتصرفوا فيه، ابعدوا عني وروحوا شوفوا العجل اللي انتوا عايزين تصوروه تعملوه. ده عايز يصور وده عايز يصور وده عايز. طب انا موقفوا شغلي، قلت لهم شيلوا العجل اهو في الشارع بره، اعملوا اللي انتوا عايزينه فيه بره. تمام يا دكتور. هنيجي بقى دلوقتي لاخر فقره، دي رساله الى حضرتك، هتاخد الظرف ومكتوب حد معين توجه له رساله. بسم الله الرحمن الرحيم. رسالة الأولى لطلاب وخريجي طب بيطري. دايما أقول له اجتهد، اقرأ، خلي علاقتك بربنا حلوة، أهم نقطة، واسترضي والديك أمك وأبوك، استرضيهم قوي، وما تعملش حاجة الليجل. ما معنى إن أنا عندي حالة تورشن وفي جنجرين ما أعملش العملية، لان انا النهارده هعمل عمليه وهعمل كوست على الراجل وفي الاخر هذبحها، بس انا متاكد انها الليجل، يبقى ما اعملهاش. حاله فيها تروماتيك بيريكارديتس والمسمار داخل في القلب، مش محتاجه علاج، محتاجه دي سلوتر على طول، ما اعملهاش، ما اعملش فيها، ما اتدخلش وادي علاج واعمل كوست عالي على الراجل عشان اخد فلوس احطها كشف في جيبي وكده. انا ما عملتش حاجه. زي الحاله اللي كانت عندنا النهارده، طالعه تروماتيك بيريكارديتس واضحه، احنا ما خدناش منه غير السونار بس، عشان السونار ده يعني مش هنقدر نقول مبلغ كبير ولازم نلم حقه، لكن احنا شخصيا ما خدناش منه حاجه ولا كلفناهوش ولا مليم. فانا بقول للزميل او الطالب ابني وحبيبي، اقرا كويس وراعي ربنا في شغلك وراعي والديك عشان هم اللي هيدعوا لك دعوه هتفتح لك باب الرزق كله، وخلي علاقتك بزميلك علاقه طيبه، علاقه حميم، حب زميلك وزميلك يحبه، ما تنخورش ورا زميلك، ما تفحتش لزميلك حفره هتقع فيها. زي ما الدكتور اللي انا قلت لك، ايوه اللي دخل الجنين جوه وعمل ايه هو في دماغه عشان ياخد فلوس زياده. دي نقطه. النقطه الثانيه انه عايز يعني يدخل صورتي في وجه الناس اللي موجوده ان انا ما بفهمش حاجه، وسبحان الله ما عداش اليوم الا لما وقع في الايه، في المطب. فانا يعني احب اقول له خلي بالك، علاقتك بربنا حلوه، علاقتك بزميلك حلوه، علاقتك بوالديك حلوه، وعلاقتك بالاونر حلوه. يعني ايه علاقتي بالاونر حلوه؟ ما يبقاش جاي في حاجه هوبلس وانا اقول له لا ده احنا هنعالج يا عم، ده احنا هنعمل يا عم، لا كده غلط. اتمنى لو مشي على الخطوتين دول هيبقى ناجح، وهيبقى مش ناجح بس، ناجح قوي ان شاء الله. ربنا يوفقهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. اهل قريتي دول حبايبي، هم دول رسلي، هم دول اللي نجحوني في بداية حياتي. ما معناها ايه؟ وكلهم حبايبي فعلا، مش حبايبي ان انا بقول في ورقة، لا حبايبي. ليه؟ الجزار، الجساس نفسه، التاجر، الفلاح. احنا طبعا كنا 2 في البلد، وكان محيط بينا يجي حوالي 10 بلاد او 15 بلد ما فيهمش ولا دكتور بيطري. كنا 2 بس في المنطقة دي كلها، ما كناش بنروح البيت ان شاء الله. كناش يعني ولاد يعني كناش بنشوف ولادنا، اللي يمكن فيه ايام كنا نبات بره. لما يجي لي واحد زي مثلا تاجر في السوق، والله يا ابو فلان ده انا عندي جاموس، يقول له لا ده احنا عندنا دكتور
10 على 10 ويجيبه ويجي لي، ده يعتبر رسول ليا. هو له دور في انه يشهرني. فاهل قريتي حبايبي فعلا، ويمكن انا برد لهم الجميل دلوقتي. كل واحد من اهل قريتي بينزل عندي العياده ما باخدش منه كشف، باخد منه ثمن الادويه فقط، استحاله ناخد منه كشف. ولما بيشورني بديله الديتيلز كامله من غير اي فلوس. هم حقهم عليا، وانا شفت الحق ده عندهم بقى وحبهم ليا يوم انا ما عملت الحادثه. ما كنتش تعرف تقف في المستشفى ولا في المستشفى اللي انا عملت فيها العمل، ما كانش مكان تعرف تحط ايه رجلك فيه. آلاف مؤلفة من البلد ومن زمايلي وحبايبي حتى على وطلابي. السوشيال ميديا يا دكتور الدنيا كانت مقلوبه. ده الدنيا كانت مقلوبة بقول والله. لك راحوا المستشفى ما بقولوش عارفين. الدكاتره اللي موجوده في المستشفى انا ما شفتهمش لان كان مغمى عليا. يعني ولادي والمدام بتاعتي بيقولوا لي كان عدد من الناس ما كناش احنا ما نعرفهمش، بس مش عارف دول جم ازاي مجرد ما علموا ان انت عملت حادثه. فدول حقهم عليا ان انا بحترمهم بحبهم، بقول لهم كل سنه وانتم طيبين، ربنا يعيد عليكم الايام بالخير، وربنا يعني يصلح حالكم جميعا ويوفق اولادكم جميعا ويبقوا في احسن حال. تمام يا دكتور. زوجتي حبيبتي هي دي بقى اللي قست معايا ازاي. كنت بقعد باليوم والاتنين ما اجيش البيت، وهي بتبقى مسؤوله عن الاولاد وعن البيت، وهي اللي بتعلم وهي اللي بتعمل وهي اللي بتاكل وهي اللي حقيقه لها دور كبير في نجاحي. حقيقه لها دور كبير في نجاحي، ولها دور كبير في ان انا استمر. ربنا يصلها لها الصحه ويجازيها كل خير ويوفقها ربنا ويرزقها بزياره النبي كمان وكمان وكمان. اللهم امين. جمعنا حضرتك وهي يا رب يا رب. الحمد لله احنا هي ربنا كرمها كتير يعني. فانا بقول لها ربنا يكرمك كمان وكمان. والدي ووالدتي رحمهم الله، ربنا يا رب يجعل أرواحهم الجنة، ربنا يصلح حالهم ويسقيهم من حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا يظمؤون بعدها أبدا. ربنا يرحمهم، ربنا يرحمهم ويجعل أرواحهم الجنة ويصلح حالنا وحال كل المسلمين. هم دول سبب سعدي، هم دول سبب حياتي الحلوة. أبويا الله يرحمه وصاني وصية وما زلت عليها للآن، ووالدتي الله يرحمها هي ماتت قريب ما بقالهاش دكتور مصطفى ما بقالهاش يجي تقريبا قبل الحادثه او بعد الحادثه. لا ده ما بقى ميتة في شهر 10. الله يرحمها. ربنا يرحمها. اللهم امين. كنت أخرج عليها وأنا خارج الشغل ترفع ايدها للسماء وتدعي لي. أنا ما بسمعهاش بتدعي، بس بحس إنها بتدعي لي دعوات حلوة. فأنا بدعي لها إن ربنا سبحانه وتعالى يدخلها الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. ربنا سبحانه وتعالى ينور لها قبرها هي وأبويا ويجعلهم في عليين ويسكنهم الفردوس الأعلى من الجنة زي ما أسعدوني. أتمنى لهم السعادة في الآخرة، وربنا يرحمهم جميعا ويجعل أرواحهم الجنة يا رب العالمين. ربنا عز وجل إنه يجعلك عمل صالح امتداد لعملهم في الدنيا يا دكتور. سبحان الله، ما في صلاة أصليها صبح ولا في الفجر ولا في وقت إلا ما أتوجه لله سبحانه وتعالى وأدعي ربنا سبحانه وتعالى يغفر لأمي وأبي وأخي وأختي لأنهم متوفين، وجميع أعمامي وجميع عماتي وجميع خالاني وجميع خالاتي وجميع أجدادي وجميع جداتي وجميع أهلي وجميع المسلمين. هذه دعوة كاملة في كل صلاة لازم أدعها مرة، صبح ظهر عصر أي وقت أصلي فيه لازم أدعي الدعوة دي للصف الكامل ده. ربنا سبحانه وتعالى يتقبل منا كل شيء يا رب. في نهاية اللقاء طبعا يا دكتور محي نشكرك على الاستضافة الطيبة دي وعلى اللقاء الجميل ده بجد، ونتمنى إن شاء الله ما تبقاش آخر مرة. ربنا يوفقك اللهم امين، ويجعل سعيك ده في ميزان حسناتك يا رب واياكم. وربنا يوفق كل الاطباء البيطريين وطلاب الطب البيطري ان يكونوا في احسن حال ويكونوا في فخر لمهنتهم، وكل طبيب يحاول يعمل الصح، لان النهارده انا لو عملت الصح وزميلي عمل الصح مش هندي فرصه للباراميديكال يخش، لان احنا ادينا مهنتنا على طبق من ذهب للباراميديكال بايدينا. فانا اتمنى يا رب يوفق كل الاطباء البيطريين ويسدد خطاهم ويرزقهم من حلال
واتمنى لهم كل التوفيق. اللهم امين. وليك انت كل التوفيق والسداد، لان مجهودك العظيم ده هيفتح لناس ابواب كتيره. يا رب يا دكتور. وربنا يجعل سعيك مشكور، اللهم امين واياكم. وربنا يجعل كل طبيب بيطري بيسعى للخير ان ينال الخير. يا رب اللهم امين. وربنا يصلح حالك وحالنا يا رب. في نهايه اللقاء بتاعنا طبعا بنشكر استاذنا الدكتور معلم الاجيال استاذنا الدكتور محي اسماعيل على الاستضافه الطيبه دي. ان شاء الله انتظرونا في حلقه تانية من بيطري بودكاست، وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انت نورتنا وشرفتنا حبيبي.